وسط تصاعد الاحتجاجات التي تقودها حركة جيل زد 212، تبرز إشكالية الثقة في الأداء الحكومي بشكل واضح، حيث صار مطلب إقالة حكومة أخنوش يتردد بقوة بين أوساط الرأي العام. عزيز أخنوش الذي بدا لعقود ضابطا لوزارات كبرى، يعاني اليوم من انعكاسات أخطاء سياسية واجتماعية، خاصة في الملفات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم التي تمس حياة المواطن البسيط مباشرة. من جهة أخرى، يلاحظ أن الملك محمد السادس يتابع عن قرب تطورات المشهد، وينتظر كثيرون أن يتدخل بقرارات حازمة لترميم التوازن السياسي وضمان استقرار الدولة والمؤسسات. في ختامها، إذا لم تفعل إجراءات تصحيحية عاجلة وقد شملت تغييرات في القيادة أو إعادة هيكلة حكومية، فقد نكون أمام فصل جديد من التغيير في المشهد المغربي، حيث تكون مرحلة أخنوش السياسي قد أغلقت فعليا. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.